سلام البنات، اليوم جبتكم بقصة جديدة. تقول هذه المتابعة قصتي ترجع من 2014 إلى 2013، بصح مازالت مأثرة فيا حتى نهار اليوم. كنت طالبة في الجامعة، كنت في الإقامة الجامعية. كانوا 3 بنات، كانت واحدة جابدة روحها علينا تهدر معنا غير من داك، ولكن تخالط البنات اللي في الغرف المجاورة لدرجة مبالغ فيها غريبة. ثانية سيدي غامضة شوية، وكانت ملازمة للبنت يلي معانا، يلي كانت طرف خيط في حكايتي. رايحة نحكي ليها أكثر، وهذه البنت نسميها تقوى. كانت متناقضة، فيها سلبيات وإيجابيات عكس الاثنين الأخرين اللي ما تعرف منهم حق ولا باطل. البنت هذه كانت عيانة وتخالط المليار في الساعة، كانت تحكي دايما في التليفون 24 ساعة على 24 ساعة. عندها أكثر من شخص في حياتها، تحكي ليل ونهار، تخرج معاهم زايدة تبروفيتي منهم. تعرف حاجات تاع الماكلة، الفليكسي، لي كادو، هادوك الحوايج واش كانت تدي من عندهم، وكل واحد مقدوره. واللي كانت تخرج معاهم واحد ما على بالو بالاخر. كيف يق بها واحد منهم قاتلو تروح انت يجيو 10. كانت ما تطلق حتى واحد فيهم، كان اللي يجي في الطريق تجبدو، وبهدرتها خاصة اللهجة تاعها مشي كيما تاعنا. كانت في نصف العام تجبد الرجال أكثر. نحات الخمار، وهذا كامل كان السنة الأولى جامعي، خلاها الطمع للرجال أكثر. تقول عليها قاعدة معاهم في الغرفة، وعليه بها وعلاه ما بدلتيش، ولا غالب ما لقيتش، صعيبة بزاف باه تبدلي الغرفة. في بداية السنة الدراسية ولات صعيبة أنا نلقى البنات يستقبلوني في الغرفة، لأنه ما كانش عندها صديقات للأسف. هذه البنت ما صاحبتهاش، ولكن بحكم شركاء الغرفة لازم نتعامل معها، وهذه الوحيدة اللي كانت متزعفش من وجودي. كحالة الرابعة اللي في السرير، كانت مهذبة في تعاملها مع الكل، وكانت كريمة رافدة طبايع الولايات الشمالية، حلوات لسان. أما حياتها العائلية، كانوا والديها مفاصلين، وكانت زوجة الأب قاسية عليها. أنا كانت تغيظني، ومن جهة نقول هذه البنت مسكينة، والظروف هي اللي خلتها تتصرف هكذا. وحاولت نتقرب منها، لعل وعسى نقدر ننصحها. لبالي مش رايحة تقبل مني نصيحة إذا ما كنتش قريبة لها، وكنت نحكي لها على ربي سبحانه والدين، وفي نفس الوقت نحترم خصوصيتها. لعل وعسى تتقبل مني نصيحة، تتأثر كي تشوفني نحكي على الدين. وهكا كان العام الأول معاهم. وفي العام الثاني وفقني ربي وبدلت الغرفة، وتجمعت مع بنات محترمات من نفس منطقتي الحمد لله. والبنات اللي كانوا معايا ثاني غيروا الغرفة، والأولى اللي راح تبدلت الغرفة وسكنت مع الناس كانت تعرفهم، وبالصدفة كنا أنا وياهم في نفس الطابق. كنا بعض الأحيان نهدروا في الرواق، ندخل الغرفة تاعها، أعطيها بعض المواعظ في طريقة غير مباشرة. بعد مدة لاحظت أنه عندها أغراض غالية بزاف. قالت بلي تعرفت على واحد مقاول اسمه ياسر، في عمره 42 سنة، أعزب، وكان عنده بزاف دراهم، وكان يحكي لها بزاف على أخته الصغيرة اللي كانت تقرأ في الجامعة، وأنه يسكن في ولاية شرقية، وأنه عنده شقق يبنيهم. وكان يقولها عندي شقة نكسبها لك باسمك، ونشيلك سيارة، ويديها فواياج لإيطاليا. وبدأ يخدم لها في الباسبور، لها تليفون شرى آخر موديل، وشيلها كل ما يخطر في بالكم، هو أحسن مأكل وأحسن مشروب. الغريب المألوف أنها كانت مع واحد آخر شاب 20 مهذب رومانسي، وقالت باللي راح يتقدم باش يخطبها، وشريلها الخاتم كل مبدئيا مع باباها، وكانت فرحانة به، وكانت مستمرة مع هذا وهذاك وغيرهم كاين بزاف. في واحد النهار كنا ويكند، وكانت الإقامة شبه فارغة. أنا كنت في غرفتي، جاني اتصال من تقوى تقول لي باللي أنا رايحة نموت أرواحي. جريت لبيتها، كانت قريبة، لقيتها في الأرض مغاشية وتليفونها يصوني. حاولت نفيقها وهدرت معايا بالسيف، قالت لي كليت هذا ما نعرف وش صرالي. بعدها ما زدت حتى كلمة وتليفونها هاني. وكان ياسر
هزيت قلت له أنا صاحبتها تقوى. قال لي أنا على بالي، أنا كنت نحكي معها وأنا اللي قلت لها تعيط لك، وأنا اللي عيطت الحماية ودوك يجيو تعيشي روحي معاها وما تخليهاش وحدها وتهلاي فيها. كان الليل والدنيا كانت مقلبة، غاشي حمر وقاعدين نستنى شوية هكذا وجابوا واحد دخلوه وخرجوه ميت والقيامة قامت بالعياط. ثم كانت الحالة مطولة. كان عندي واحد من لافامي يخدم من ثم، كلمته وحكيت له وجوزنا بالخف، حشمته وجا وقال لي ما نقدرش نفوت وحده كيما هذه قدام الزملاء تاوعي. فهمته وقلت له صحاب راح. تقوى بدات تتقيع وجاتها الدوخة ما قدرش توقف على رجليها. هنا تدخل رجل الحماية وهدر مع الطاقم باش يدخلوها. قلبتها الطبيبة باشمئزاز وكانت تسقسيها وقتاش جاتك الدورة شهرية واخر مرة، وعطاتها الابرة وراحت الممرض باش يحقنها. والممرض كان يعاملها كأنها فتاة ليل باللباس اللي كانت لابساته، خاصة انها نحات الخمار كما قلت لكم. خرجنا وطلبت مني التليفون باش تكلم ياسر وطمنوا عليها لانه الهاتف تاعها طفى من كثرة ما كان يصوني لها، وانا مسحت الرقم بعد ما كلماته وفاتت هذيك الليلة. الجزء الثالث في هذيك الليلة كنا عطلة، صوني لي رقم جديد وانا بحكم قليل اللي صوني لي رقم ومي يكلمني غير اللي يعرفوني. رفدت وقلت الو، قال لي فلانة. قلت له شكون؟ قال لي انا ياسر. قلت له مرحبا غير الخير. قال لي تقوى راهي لاباس؟ جوستومون عيط لك نسقسي عليها لخاطر راني مدابز معاها، حبيتش نكلمها، حبيت نسقسيك عليها لا اذا رجعت للولاية الشمالية ولا مزال. انا قلت له ما على باليش هذيك العطلة ما حكيتش معاها كامل، وانا نتلاقاها غير في لاسيتي ما كانش ما بيناتنا اتصال، وانا قلت له هكذا باش ما يزيدش يعيط لي. وقلت له صحة وكوبا. كلمت هذه تقوى وقلت لها واش صرا. ايامات وانا في لاسيتي وهو عاود كلمني وقال لي عايشك شوفي لي تقوى قولي لها تكلمني باسكو راني نعيط لها بصح هي ما ترفدش عليا، راني متحير عليها. نروح لها نلقاها خارجه من الدوش، عطيت لها التليفون هدرت معاه ورجعته لي وهي ما تعيط لي في الليل. رحت ديريكت بلا ما نرفد، رحت ديت لها التليفون الشومبرا قلت لها ياسر يعيط، هدرت معاه ورجعت لي التليفون ورحت شومبرتي لقيته زاد عاود عيط لي. هنا فيها ان رفدت وقلت له دقيقه نجوز لك تقوى. قال لي لا سحقيتك انتيا تعاونيني، راني شاك فيها بلي عندها واحد اخر. قلت له في قلبي صباح الخير عندها وحدين اخرين. قلت له صلي صلاه الاستخاره وادعي ربي بلاك يسهل لك معاها. قال لي راني متاكد. قلت له مال هكا لازم لك دليل شي غير هضره برك. قال لي شفيتي نهار اللي عيطتك وسقسيت لك عليها؟ هذاك النهار كنت حنكلمها ولقيتها في مكالمه واحده اخرى اوناطونت. السيف باش رفدت عليا كنت نحكي معاك. كانت تحكي معايا كنت راح نقول له ممكن هي. قال لي ما كان لها تقولي لي راهي متبدله عليا مش زوج. وبدا يتمسكن عليا ويقول لي انا نويتها وجامي خليتها وكل ما نخرج معاها نشري لها اللي تحب ويحكي وانا نقول له ربي يبارك في رزقك. ما يظهر هو يوري في روحه وباش نطمع فيه انا الحمد لله. وكان يقول لي باللي كي تركب معايا هيا نقولها حلي الكفر وجبدي قد ما تحبي. بصح انا كنت شبعانه عمري ما نطمع في كاش واحد. وكي شاف باللي ما يقدرش يشيني بدراهمو وقال لي نشريك تليفون جديد انا قلت له لا ما نسحقش. وكان كلامي دايما ذكر الله سبحانه وتعالى. ومرة بقى يعيط لي حتى نرفدت، بغى يبدل الاسلوب تاعو، حب يبين روحه مؤمن ويعرف ربي. كان يقول لي راني صدقت كدا وكدا وراني عاونت فلان وشريت كليماتيزار للجامع وصليت في الجامعة الإقامة وشت ما عندهمش كليماتيزار وشريت لهم زوج. هنا عرفتوا بلي راهو كذاب، باللي في الإقامة ما كانش كاين مرة جامع، كانت كاينة مصلى. وبعد قلت له ربي يتقبل الصدقة. قلت له بصح لازم تكون في السر، لا تدري شمالك بما تنفق يمينك. المهم ما قدرش يطول في الدور تاعو، تقي متدين مباشرة ولا يستعمل اسلوب التهديد الغير مباشر. قال لي موديل الإقامة تاعكم صاحبي ونهار طول وانا توالو. وهنا بديت نخاف باسكو مام تقوى قالها هذا الشيء باللي راها في الإقامة يشوفوا فينا بالكاميرات. قال لي شفت تقوى باللي خرجت قداش من واحد عبر الكاميرا الموجودة في باب الإقامة.
حتى باب الجامعة، وبدا يشير لي باللي يعرف الوقت يلي نخرجوا فيه وندخلوا فيه المكتب المدير. أملوني أنا خفت على الصح وقلبي تزير عليا، لأنه كان على وشك الانتقال عن طريقة التهديد المباشر. وليت كل ما نمشي نشوف من ورايا، وكل ما ندخل شامبرتين في ريفيها كنت في ريفي شوكة بشوكة، كنت حتى في ريفي الدونشة، في ريفي الشامبر اللي قاعدين فيها. كنت كل ما ندخل نتحقق من كلش باش نقضي صالحتي. وليت نشعل تليفوني حتى باش نشوف الساعة وندير رونفوا، ولاو يدخلوا لي اشعارات بلي راهو دايما يتصل. كل يوم نقول دوك يقطع لياس دوك يقطع لياس، والو السيد باغي غير يكلم ويعيط في كل وقت، وانا يا ما كنتش حابه نحي الرونفوا. كي زاد وتيره الاتصال من شده الخوف عدت ما نخرجش من الاقامه، وعدت ما نروحش نقرا، ونخاف نخرج من باب الاقامه نلقاه مترصد لي. من بعد عدت من شومبرتي ما نخرج، نغلق الباب من الداخل، وكان لي طبطب ما نفتحلوش حتى نتاكد شكون باش نفتح الباب باش تشوف الرعب اللي كان راكبني. وكنت ديما نصلي وندعي بلي ربي يحميني منه، ونقول يا ربي اصرف عني شره. كان واحد النهار يوم الثلاثاء، وكان اسبوع من اللي درت الرونفوا في تليفوني. الصباح ما لقيتش ابين من عنده، وقلت وقيل يأس مني هكذاك وما درتش الامان. قلت راهو يقري فيا الامان، وكي نخرج يخطفني والله. المهم تنفست شويه، خرجت للريستوران شويه في الاقامه، وجاز هذاك اليوم بخير. غدوة من ذاك طبطب الباب، قلت شكون؟ كيف فتحت لقيتها صاحبة تقوى، هذيك اللي ظل معاها. قالت لي تقوى راهي تعيط لك. قلت لها راهي في الشومبرا. قالت لي لا لا راهي في لوبيتال دارت اكسيدون. جبت تليفوني وقلت لها تقوى راكي مليحة؟ قالت لي ياسر مات ياسر مات. قالت لي ارواحي انا طحت قاعدة، وقلت الله اكبر. قلت ربي استجاب دعائي ولا وشنو، ونبكي بالشحقة. قلت ربي اسمع لي، يا ربي حبني لهذه الدرجة باش دافع لي بهذه القوة. أنا عزيزة عند ربي لهذه الدرجة باش يقبض روح تا شخص رصد لي. يا ربي وش ندير باش نشكرك؟ انت أعلى وأعلى بهذه العقوبة اللي يشتهلها هذا الشخص. وعرفت باللي عطى ربي فرصة لتقوى باش تصلح نفسها وترجع لطريق ربي سبحانه. قربت وقت الزيارة، بدينا نوجد رواحنا أنا وصاحب التقوى باش نطلع عليها. قالت لي درك نشري ولا حوايج وصاتني عليهم. خرجنا وحسيت روحي خرجت من الحبس، وشريت لها كوسميتيك وماكياج. قلت لها حتى في السبيطار ومتفرج في الماكياج. قالت لي ماكياجها كامل راح في لاكسيدون. وانا شريت لها كادو تفسير القرآن وغلفته لها، فرحت به بزاف. بصح فرحت به وهي تموت على كادو. قالت لي بصح انا مش طاهره ما نقدرش نرفدو. قلت لها خلاص راهو تكتب لك عمر جديد، دركا توبي ربي سبحانه، تيمي وقراي كتاب ربي مع التفسير باش تفهمي حاجات بزاف في الدين، باللي ربي ما فيه غير الخير. كل ما كانش قلبك من الداخل نظيف ربي ما يعطيكش فرصه ثانيه. من بعدها حكيت لي عن الاكسيدون كيفاش صرات، وكيفاش ياسر حب يقطع الرايه ويفوت ترى بصح القطار كان اسرع منه، وكيفاش ياسر حب يتخبى من وراها بصح الضربه جات فيه وشافته تنفخ ومات قدامها. وبدات تقول مات مامبا مات طاهر. قلت لها الطهاره طهاره القلب، كي يكون قلب الإنسان طاهر من قيمة تهمش الطهارة الأخرى، لأنه أحد الصحابة استشهد هو ماشي طاهر، لكن الملائكة غسلاته لطهارة قلبه لعلو المكانة تاعو عند ربي. لكل حال لا مجال للمقارنة، فقط ذكرتها. نقول العبرة من هذه القصة نخلي المتابعين هما اللي يستخلصوها. ونسيت نقولها باللي ياسر كان من ولايتنا مش من ولاية الأخرى شرقية ولا غربية، وفي عمره 53 سنة. نعم مش 42، ومتزوج وعنده أولاد. أخته اللي كانت يحكي التقوى عليها وقدها في العمر طلعت بنته وتقرأ نفس تخصص تقوى إلى فاك. وهذه الهضرة قالها لها مدير الإقامة. وإن شاء الله نلتقاو في قصة جديدة، وباي. وشكرا على حسن المتابعة والإصغاء، وخلوا لي آراءكم في التعليقات.